بيقول لك كان في فريق امل هينزل باين انا الاسماعيلي انا الاسماعيلي. من الملعب اللي قدم لنا امل 90 دقيقه في الموسم المصري لغايه دلوقتي، فلتنا منه بوسط حسني عبد ربه. استاد العباسيه بيرجع لنا وبقوه علشان يقدم لنا مرشح قوي لدخول التوب 10 الاسوأ 10 مباريات في تاريخ الدراويش من 1924. طالما البرنامج ده مش تحليلي، ايه فائده ان انت تحط تشكيله جنبك وتقول مين دخل ومين خرج قبل ما تتكلم عن المباراه؟ ده علشان نفهم مع بعض اسهل لما نتفرج على المباراه طريقه اللعب عامله ازاي. بس قدام الشرطه يوم الاربعاء كان في طريقه لعب. ملل 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 ومفاجأة. هو ده ملخص ماتش الشرطة. لعيبة بتحاول تلعب ميكسد ان مع لعيبة بتعمل الواجب نص لبة زي اي عيل في رابعة ابتدائي يطلع لك المنظر ده. عشوائية في التمرير، واللعب عموما مننا بيقابلها عدم تصديق من الخصم اللي كفريق من المهددين بالهبوط ما كانش امله حتى انه يجيب جول، فبيرجع يقفل بعد ما الحلم اتحقق ويرتبك قدام لما بتجيله الفرص. وملل ملل 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 ومفاجأة. وشوط تاني بحاله يعتبر فاصل كوميدي للترفيه عن الجمهور اللي اتخنق من الشوط الاولاني. منفخ ذهبي هنا يا شوقي المباراة علشان تحصد كل سلبياتها كنت محتاج تفضل فايق ال90 دقيقة فيها، وده كان مستحيل. السلبية الأولى، طه عادل جه متأخر. بس طه عادل جه متأخر. السلبيه الثانيه، في فرق انك كدفاع تغلط علشان التوفيق مش محالفك او انت مش رابط مع زميلك والخصم استغلك، وحاجه تانية خالص وهي انك تسمح للخصم انه يتمشى بكور مش المفروض ان هي تخش مناطقك اساسا. وقدام الشرطه وعشان احنا نادي كريم جدا احنا عملنا الحاجتين. السلبيه الثالثه، الشرطه بدأ ضاغط علينا وكسر دفاعنا بكرات زي دي. خالد الغندور ممكن يلطش بشماله يفتح اللعب وعايز يلعبها جوه لصامويل لوسو بكعب رجله، فرصه هدف. واحنا كرد فعل على اللي بيحصل ده كان اخرنا في اول تلت ساعه اسامه يفتح لنفسه اللعب والعرضيه يلعبها. بس كل ده اهميته بتتضاءل لما تلاقي نفسك جاتلك فرصه علشان تجيب جول وتخلع وتقضي الليله، تعدي اليوم وبعد كده تتفاهم لما ترجع اسماعيليه وتتعامل مع الفرص مش فرصه واحده كده. جبريل بيكمل وكان صاحب هدف امام المحله، مروان جوه 18، مروان محسن قاسيه وتترد مره ثانيه، مروان وتترد له، عايز يلعب العرضيه لسه الكوره معاه مروان. في رأيي المباراة ملهاش تقسيمة، لأن الوقت الوحيد اللي كنت في وعي وإدراكي فيه كمشجع كورة بيتفرج على مباراة مملة جدا هو ال6 دقايق اللي قرر حكم المباراة يضيفهم يعاقبنا بيهم ويزود في الملل، واللي دخل فيهم فينا الجون الثاني. اللي كان بيلف قدامكم على الشاشة طول الحلقة ده هو اللي عرفت أجمعه من آراء حضراتكم عن المباراة دي، لأني ما عنديش حاجة الحلقة دي أسألكم عليها، لأن كل حاجة بقت واضحة إلا للعمى أو اللي شايفنا عميان أو اللي عايز يخلينا عميان. الانهيار التام بعد محاولة تلصيم في كتم آراء أي حد معارض العك اللي بيحصل ده، نتيجة ما تستاهلش ان الواحد يتعصب عليها، لان الواحد اتعصب عليها من اسبوعين قبل كده. كل حاجه بقت حمضانه، كل شيء جوه وبره الملعب في الاسماعيليه بقى معلبات. وروح يا ابني هدي للجمهور وقول لهم هننزل الناشئين، وبعد كده اقول لهم اللعيبه عرفت غلطها ولازم نقف ورا النادي، واللي بيتكلم على اي حاجه غلط دلوقتي بتحصل ده ضد النادي. عدي اليومين وبعد كده انسى حوار الناشئين اللي خوتوا دماغنا بيه ده. واخر الكلام، لكل لاعب ملوش نفس يلعب، انا وحياه ربنا ما ليا نفس اشجعك. انا بشجع الشعار اللي انت واخده كوبري علشان تروح بيه النادي تاني، وربنا يجمعنا على حب الاسماعيلي.